صل على نبي محمد. السلام عليكم وأهلا بيك عزيزي المشاهد. من الحاجات اللي انت لازم تعرفها وهي مهمة جدا، هي نوع من الدوال انت تقدر تكتبها هتساعدك يعني بشكل كبير وهتسهل عليك حاجات كتيرة جدا. الدوال دي اسمها الدوال السحرية. طبعا كلمة الدوال السحرية أنا ما جبتهاش من كيسي، هي اسمها كده، اسمها Imaginary Methods. في الحقيقة عزيزي المشاهد هو ده مش أول مرة هنتكلم عن الدالة دي أو مش أول مرة هنستخدمها، احنا بالفعل استخدمنا قبل كده Imaginary Methods. Imaginary Methods اللي احنا استخدمناها هي بالشكل ده كده. init عزيزي المشاهد هي عبارة عن Imaginary Method، وأي دالة بتبدأ وبتنتهي بدبل أندرسكور، يعني في الشكل ده كده init بتبدأ بدبل أندرسكور وبتنتهي بدبل أندرسكور، فهي عبارة عن Imaginary Method. علشان نفهم ال Imaginary Methods استخداماتها في ايه او هي ليه اصلا معموله، تعالى يعني نجيب مثال بسيط حضرتك يعني ان شاء الله هتفهم منه كل اللي احنا جايين عشان نرغي فيه. حاليا احنا لو عندنا كلاس بالشكل ده كده اسمه كيك بيعمل باس. الكلاس ده فاضي تماما، مفيش اي حاجه بتحصل في الكلاس الحالي. انا بقى حاليا قررت ان اعمل اوبجكت كيك 1 ونديله الكلاس بتاعنا بالشكل اللي حضرتك شايفه. طبعا الاقواس تكون فاضيه لان مفيش اي حاجه جوه الكلاس، فمش هنديله حاجه. بص بقى اللي هيحصل دلوقتي، احنا حاليا تخيل معايا ان احنا جينا عملنا برنت للكيك 1. طبعا يعني للنظرة الأولى كده احنا حاليا بنعمل حاجة غلط، يعني لوجيكالي هي غلط، بشكل منطقي هي غلط. ليه؟ لأن حضرتك لما بتعمل برنت وبتفتح أقواس، الحاجة اللي انت بتدخلها جوه الأقواس أو بترميها جوه القوس، انت بتقول لبايثون إن على فكرة الفاليو دي هي نوعها string، نوعها نص أو string. تمام؟ في حالتنا الموضوع ده ما حصلش، احنا حاليا حاطين اوبجكت، الاوبجكت مش string، صح؟ وحتى لو احنا دلوقتي جربنا ان احنا نشغل الكود هيظهر لنا حاجات غريبة، يعني هيظهر لنا حاجة غريبة للمستخدم. ايه الحاجات دي؟ الحاجات دي غريبة. اوكي، انا كل اللي انا دلوقتي بعمله هو ان انا بس بدي مثال وانت هتفهم معايا. انا حاليا هعمل دالة بالشكل ده كده اسمها str. اوكي، هتكلم عنها دلوقتي، بس خليني بس اعمل اللي انا هعمله بس، ونخليها تعمل return ل this is an object. تمام، تعالى دلوقتي نحاول نشغل الكود، هتلاقي ان هو طبع الجملة دي بكل اختصار. اللي احنا هنرغي فيه وهنفضل ان احنا نعيده في الفيديو ده هو حاجة بسيطة جدا. الدالة السحرية او الايماجينر ميثود هي حاجة بتشتغل بشكل تلقائي لما انت بتجبر الاوبجكت او اللي هو شايل الكلاس ان هو يتصرف بطريقة معينة. يعني في الحالة بتاعتنا احنا لما قلنا البرنت، لما دخلنا البرنت الكيك 1، احنا هنا كأننا بنقول للبرنت على فكرة الحاجة اللي انا مديها لك قيمتها عبارة عن string، او القيمة اللي هي شايلها عبارة عن string. ساعتها برنت بتروح تسأل لما بتيجي تستخدم القيمة دي، لو لو حاجة زي كده طبعا مش موجودة بالشكل اللي حضرتك شايفه وكنا عاملين هنا باس، فساعتها كيك 1 هتقول لبرنت على فكرة أنا مش string، أنا ما ينفعش أكون string، أنا مش string، أنا class، أنا object. فاهم قصدي؟ ساعتها برنت بتقول طالما أنت مش text يعني مش هطبعك او مش هطلعك للمستخدم. ولكن لما احنا كنا عملنا الايماجينر ميثود اللي هي str، احنا هنا بنقول للكلاس اي اوبجكت هياخد شكلك، يعني هياخد منك، خليه في حالة انه الطلب منه، او يعني في حالة لو الطلب من الاوبجكت ان هو يتصرف كسترينج، الدالة دي هي اللي هتشتغل. يعني لما احنا قلنا من شوية ان هي برنت لما بتروح تسأل الكيك 1 بتقول له انا دلوقتي هطبعك، فكيك 1 بتقول لها لا استني انا مش string. في الحالة دي بنقول للاوبجكت لا، لما انت ساعتها يطلب منك انك تتصرف كأنك string، ساعتها انت هتتصرف كأنك string وتروح للدالة دي، انت ساعتها هتروح للدالة دي وتنفذها. فاحنا لما عملنا return للتكست، فساعتها الكلاس او اللي هو طبعا object واخد من شكل الكلاس رد على print بالجملة دي كده. فاللي حصل هنا عزيزي المشاهد ان دالة string اشتغلت بشكل تلقائي لما طلب من الكلاس ان هو يتصرف بشكل معين. وده بالمناسبة هو كل الايماجينر ميثودز بتشتغل بنفس الطريقة. دالة الانت اللي احنا عملناها في البداية هي بتشتغل بنفس الطريقة. بتشتغل ازاي؟ لما انا كنت بعمل diff او يعني اللي هي define ونكتب دبل اندرسكور init دبل اندرسكور، وطبعا نديها السيلف واي حاجة تانية مثلا البرايس
اوكي برايس عادي جدا. سيلف دوت برايس هيساوي برايس. انا قلت لك في اول لما احنا كنا اتكلمنا عن في تاني فيديو، لما احنا اتكلمنا عن الكلاس والاوبجكت والكلام ده، قلت لك ان احنا ممكن نعرف متغيرات عادي جدا في اي داله. ممكن نعمل داله نسميها مثلا defining، تمام، ونديها self ونديها price عادي، وجوه دي ممكن نعمل self dot price هيساوي price. على فكرة احنا ممكن نمسح init خالص ونعرف متغيراتنا باستخدام الدالة defining. يعني احنا ممكن نيجي هنا نعمل زي ما انت شايف كده، نروح على cake 1 دوت defining. طبعا defining انا كاتبها غلط بس مش مشكلة، فاهم قصدي؟ احنا ممكن ندي برايس يكون 50 مثلا ونطبع الكيك 1 دوت برايس كأن احنا عملنا نفس الانت بالظبط. احنا ممكن نشغل الكلاس وهتلاقي ان هو اشتغل. احنا ما اضطريناش نستخدم انت علشان نعمل متغيرات، ولكن هنا الفكره داله انت هي imaginary method بتوفر علينا فكره ان احنا نعمل الاوبجكت، بعد كده نستدعي الداله اللي احنا بنعرف فيها المتغيرات. احنا بنختصر الحاجات دي ونعمل هنا داله imaginary method الكلاس بيستدعيها بشكل اوتوماتيكلي لما احنا بنحط قيم جوه الأقواس بتاعة الكلاس. يعني بدل ما بنروح نستدعي الدالة والكلام ده كله، لا، هي بتلاقي حضرتك يعني بتتصرف مع الكلاس ده كده كأنه دالة، فبتحط له قيم، فهي على طول بتروح على init وبتعمل اللي جواه، اللي هو في الحالة دي بيكون self dot price هيساوي price. ده بالظبط اللي init بتعمله. init هنا هي imaginary method زيها زي string او اللي هي str، يعني اللي احنا عملناها تحت دي. لما احنا خلينا الكلاس يتصرف كأنه دالة وبدأنا نحط له قيم، فهي ساعتها فهمت انه اللي هيشتغل في الحالة دي هو الانت. نفس الموضوع str بتتصرف لما الكلاس او اللي هو طبعا يعني او الاوبجكت اللي واخد شكل الكلاس بيتصرف على كانه string. حاجه زي كده مهمه ليه؟ لان انت بدل ما بتقعد تعمل كذا خطوه علشان خاطر توصل لحاجه معينه، انت ممكن يعني تختصرها. زي ما قلت لك من شويه، احنا لو كنا عايزين نعرف متغيرات فهنضطر ان احنا نعمل داله ونبدا الاول ان احنا نكريت الاوبجكت، بعد كده نستدعي الداله دي ونديها قيم. ولكن انت هنا بكل بساطه بتدي له القيم جوه الاقواس بتاعه الكلاس، بتتصرف معاها كانه داله، فهو بيستدعي الانت بشكل تلقائي. فده بالظبط اللي بتعمله للايماجينر ميثود. واحد هيقول لي طيب افرض انا عايز اعمل ايماجينر ميثود خاصه بيا، هعملها ازاي؟ هقول لك بكل بساطه مش هينفع. حضرتك ما تقدرش تصنع ايماجينر ميثود جديده، لان زي ما قلت لك من شويه الايماجينر ميثود بتشتغل لما الكود بيتصرف بشكل معين. الحاجه دي بقى اللي مقرراها هي اللغه ذات نفسها. اللغه ذات نفسها هي اللي حاطه القواعد ان انا لما الكلاس يتصرف بطريقه معينه ففي داله معينه هي اللي هتشتغل. لما الكلاس هيتصرف كانه داله وابدا ان انا اديله متغيرات، ساعتها انت هي اللي تشتغل. اللغه بايثون هي اللي محدده كده وهي اللي قررت كده. فحاجه زي كده انت مش هتقدر تعملها بنفسك. ففكره ان انت تعمل داله جديده بنفسك للاسف مش هتنفع. فانت بتكتفي بانك تعرف الدوال الموجوده اوريدي معموله ليه وبتستخدم امتى. طبعا واجب التنويه ان حاجه زي كده مش مجبر انك تعرفها، ولكن بتوفر عليك خطوات زياده انت مش مضطر انك تعملها. طبعا حاجه زي كده يعني يا حبذا ان هي تكون موجوده في الكود بتاعك، ان حاجات تكون مختصره. في مصطلحين لازم تفهمهم في الكود عامه. في حاجه اسمها constructor وحاجه تانية اسمها destructor. الكونستراكتور هو من اسمه حاجه بيبني او بيتم انشاؤه ساعه البناء. احنا عندنا داله بتعمل حاجه شبه كده init، صح؟ ظاهريا تقنيا لا. ازاي بقى؟ الكونستراكتور الحقيقي هي داله اسمها نيو. الدالة نيو في بايثون أصلا بتعملها تلقائيا من غير ما أنت بإيدك تعملها علشان أصلا تحط الكائن ده في الميموري. يعني كده بايثون من وراك بتعمل الدالة دي لأن الكائن مش هيتم إنشاؤه من غيرها. يعني انت فاهم قصدي؟ في هنا كده جوه الكلاس دالة مخفية انت ما بتعملهاش اسمها نيو. الدالة دي بتشتغل بشكل اوتوماتيكلي من غير ما انت تكتبها علشان اصلا الكلاس يكون موجود. فدالة نيو اللي هي برضو imaginary method بايثون بتشغلها بشكل تلقائي. انت ما بتضطرش انك تشغلها علشان الدالة دي بيحصل جواها عملية تخزين الكلاس في الميموري. ولكن يا سيدي خلينا نفترض انه init هي الانستراكتور في الحالة بتاعتنا بالحالة الظاهرية. زي ما في انستراكتور زي ما قلنا في حاجة اسمها انستراكتور في مقابل ليه وهو
الديستراكتور. اسمح لي عزيزي المشاهد اقدم لك الداله السحريه الجديده في الفيديو ده، وهي داله ديل، او اللي هي يعني اختصار كلمه ديليت. داله ديل عزيزي المشاهد بكل بساطه بتعمل كده، ديل زي ما قلنا. دالة ديل عزيزي المشاهد هي بتشتغل أول ما الكلاس يتم نقدر نقول يتم تدميره. تمام، مثلا جوه دالة ديليت هنعمل print لكلمة destroyed، وهنعمل object اللي احنا كنا عاملينه من شوية اللي هو cake 1 هيساوي cake. طبعا هو احنا عاملين فوق لينت فاحنا ممكن نشيلها، مش عايزينها حاليا. لو جينا بعدين بعد ما احنا استخدمنا الاوبجكت مش عايزينه خلاص وعملنا delete لcake 1 بالشكل اللي حضرتك شايفه، لو جينا شغلنا الكلاس هتلاقي ان هو طبع destroyed، راح للداله اللي اسمها delete. طبعا لو انت حضرتك اول مره تشوف delete، فdelete دي بتعمل، لو انت خدت قبل كده حاجه ليها علاقه باللغات اللي هي اللو ليفل شويه، هتعرف ان احنا فيه بنعمل فري، او اللي هي ان احنا بنحرر متغيرات من الميموري، او ان احنا خلاص مش عايزين نستخدمها فبنحررها من الميموري، ما بتكونش لسه متخزنه. بايثون بتعمل كده بشكل اوتوماتيكلي. يعني لما احنا بنستخدم الكلاس في كائنات معينه وحبينا خلاص ان نمسح الكائنات دي علشان نوفر في الاداء واستهلاك الميموري والكلام ده كله، او لاي غرض ايا كان، او اصلا الكلاس ما كانش ليه اي ريفرنس او اللي هو مرجع، فاللي بيحصل فعليا ان احنا لما بنعمل ديليت للكائنات اللي مرتبطه بالكلاس، خلاص احنا مش عايزين الكلاس ده بعد كده. فلما احنا بنعمل ديليت للريفرنس او اللي هو الحاجه المؤشره او اللي واخده شكل الكلاس ده، فاصبح ملوش اي لازمه. تمام، فاللي بيحصل انه بايثون عندها حاجه اسمها garbage collection او جامع القمامه. وظيفه حاجه زي كده ان هي تشوف البيانات اللي بتتخزن في الميموري ومفيش ليها اي استخدام. فالكلاس اللي موجود معانا حاليا خلاص مستحيل يكون ليه اي استخدام طالما ما عادش فيه اي مرجع ليه، فاوتوماتيكلي كده الجاربج كوليكشن بتمسح الكلاس ده من الميموري او بتدمره. تمام، داله ديليت بقى بتحصل على طول قبل عمليه تدمير الكائن. نفس الموضوع لداله انت. داله انت مش لازم بس تكون بتعرف متغيرات، على فكره داله انت ممكن تعمل اي حاجه غير تعريف المتغيرات عادي. ممكن تشغل دوال تانية، ممكن تعمل عمليه طبع مثلا لحاجه معينه انت عايز اول ما حاجه زي كده تحصل داله معينه تشتغل او وظيفه معينه تشتغل. ممكن مثلا تعمل الانت اللي احنا عملناها من شويه اللي كانت مثلا واخده برايس، عايزينها اول ما تشتغل، طبعا هنقول self دوت برايس هيساوي برايس. عايزينها برضو اول ما تشتغل تعمل برنت للبرايس، عايزين اول ما الكائن ده يظهر يطبع البرايس مثلا. وفي الكيك هنعمل نديله 33، نمسح دي كده. لو شغلنا الكلاس هتلاقي ان هو طبع لك 33 بتاعت الانت، وفي نفس الوقت علشان احنا خلاص خلصنا الكود بتاعك فبايثون بشكل تلقائي بتروح تدمر الكيك. فالحصل هنا حضرتك انه بعد ما احنا استخدمنا الكيك اللي احنا عملناه من شويه، عملنا طبعا عمليه البرنت، وهي بتحذفه او بتدمره من الذاكره بشكل تلقائي، راحت على داله ديليت وطبعت باي. ففعليا كانك بتقول له اول ما نخلص خلاص الكلاس ده خلاص ما عدناش هنستخدمه، روح على داله ديليت ونفذها. فده بالظبط الكونستراكتور والديستراكتور. وطبعا هتلاحظ ان 33 ظهرت قبل الديل، او يعني اللي هي قبل باي، لان زي ما قلت لك انت كونستراكتور او يعني حاجه بتظهر اول ما الكلاس يتعمل، والديستراكتور بعد بعد ما نخلص الكلاس. يعني مثلا لو عملنا هنا حاجه بسيطه جدا، وهنا احنا عملنا برنت للكيك 1 دوت برايس، ممكن مثلا عشان نفرق ما بين حاجه زي كده ممكن نخليها برنت البرايس جنبها علامه دولار. تمام، تعالى كده نشغل الكود هتلاقي انه اول حاجه اتعملت هي دي، لان انت هي بتكون الانستراكتور او اللي هو البدايه خالص، بتطبع العمليه دي كده بتحصل في البدايه خالص. بعد كده بيكمل عادي خالص الكود بتاعه، يشوف الاوبجكت ده هيتم استخدامه في ايه بالظبط، فتلاقي ان هو بيطبع الكيك دوت برايس، فبيطبع هنا الكيك دوت برايس. وبعد ما يخلص الكود ساعتها بايثون هتقول خلاص الكلاس ده احنا مش ما عدناش عايزين ان احنا نستخدمه بعد كده. فهتعمل ايه؟ هتروح الجاربج كوليكشن، بتروح تشوف الاول هل في دوال ديستراكتور، بتلاقي ديليت فبتنفذها. بعد كده بتمسح الكلاس ده من الميموري لان احنا خلاص الكود خلص ومش عايزين نستخدمه بعد كده. طيب حاجه مهمه اخيره هقول لك عليها، هل في دوال سحريه تانية؟ في، بس الفكره انه الدوال السحريه التانية هي موجوده ولكن بصراحه استخدامها قليل. وحاجه زي كده طبعا انا مش هقعد اقول لك كل الدوال السحريه، ولكن انت خدت فكره عن الايماجينر ميثود بتشتغل ازاي وفكرتها ايه. طبعا لو احنا قعدنا نشرح كل ده زي ما احنا عاملين نعمل دلوقتي مش هنخلص الا بعد بكره. فالفكره هنا حاولت اوصل لك الفكره من الايماجينر ميثود. الايماجينر ميثود بتشتغل ازاي علشان بعدين انت لو شفت ايماجينر ميثود بتكون ساعتها بتقدر انت تفهم النظام بتاعها بيمشي ازاي. فبس هو ده كده كل الهدف من الحوار، انك تفهم يعني ايه اصلا imaginary method. طيب في النهايه محتاجين نقول انه لا،
الدوال السحرية هي دوال مبنية مسبقًا لبايثون، وحضرتك ما تقدرش تعمل دالة سحرية، لإنه الحالات دي هي حالات خاصة بيكون فيها الscript، وبايثون هي اللي بتتصرف ساعتها، لإنها عارفة هي هتعمل إيه مسبقًا، هي عارفة السياق اللي الدالة دي هتشتغل فيه. أنت حضرتك مش هينفع تروح تقول لها كده خدي دالة جديدة، طب هي ما تعرفش الدالة دي هتشتغل إمتى. ولكن خد بالك من حاجة مهمة جدًا، أنت ممكن عادي تروح تحط double underscore حوالين أي اسم دالة، يعني حضرتك أنت ممكن تعمل كده def وتعمل double underscore مثلًا، أي حاجة ممكن تعملها عادي، تستدعيها بنفس الاسم، بس هتضطر إنك تستدعيها، يعني لمّا تعوز تشغّلها أيًا يكن هي جواها إيه، فأنت ساعتها هتضطر إنك تكتب اسمها بالشكل ده كده، ما فيش سياق معيّن هيشغّلها، أنت باستدعائك ليها هتشتغل، لإن هي دالة عادية مش دالة imaginary، هي بس اسمها كده، فاهم قصدي؟ فلازم تفرّق كويس ما بين الدالة الimaginary method اللي الbuilt in في بايثون اللي هي عارفة السياق بتاعها وعارفة هي بتشتغل إزاي، وما بين الدالة اللي أنت بتعملها بنفسك. ده كان كل حاجة لحلقة النهارده، وبس أشوفك الحلقة الجاية. الحمد لله ما فيش مشاكل حصلت في التصوير علشان كانت هتكون مشكلة.